هو موضوع القايمة ده عليه اختلاف كتير. في ناس تقول لك لأ ما تكتبش عشان بيحصل مشاكل كتيرة ويحصل انفصال بعد كده والعروسة تعمل له تبديد للقايمة والحاجات ويتسجن، فعليها مشاكل. بس هو في حاجات هنبدأ من الأول كده، لو في اتفاق مع بعض وفي تكامل في الاتنين مع الثقافة وفي حقوق. لو الراجل جايب حاجته بمشتملاته بحاجته، وهي ساعدت معاه وجابت حاجته، ايه المشكله لما يكتب لها القايمه؟ ليه مثلا يخاف ان هي تشتكي او كده؟ طب ما لو حصل انفصال بعد كده او كده ما يحصل بالتراضي. طيب في ناس تانية هترجع تقول لي طب ما هو في ناس بترجع تشتكي ويحصل مشاكل وتسجنوا بيها وبتاع. ده حالات نادرة. طب لكل قاعدة شواذ. في حالات تانية بينفصلوا بالمعروف، كل واحدة بتاخد حقوقها وخلاص واللي هي جايباه وبتاخده، ويحصل انفصال بالمعروف يعني. طيب طب الرجاله اللي بتدعو مثلا ان ما ينكتبش قايمه، صحيح ما يكتبش قايمه، ممكن ما يكتبش قايمه، بس في حاله ايه؟ اللي هي لما يكون هو اللي مجهزها، هو اللي دافع لها المهر، فعشان كده ايه؟ ما يحصلش ايه؟ ان هو يكتب على حاجه هو جايبها، فهي جايبها، مين اللي هيضمن لها حقوقها؟ وربنا هو كده دايما بيقول اذا تداينتم بدين فاكتبوه. طيب بيرجع تاني يقول لك في حالات الطلاق مثلا الراجل ما بيرضاش، ما هو في مشكله قايمه كمان بتقابل المراه ايه؟ مش في القايمه بس، في ايه كمان؟ في الطلاق. يجي الراجل مثلا ما يرضاش يطلقها، ترفع دعاوى طلاق، يقول لك لا انا ما بطلقش. طب عشان اطلقك لازم تتنازلي عن حقوقك. في مشاكل بتحصل، والعكس مثلا تقول له لا انا عشان اتنازل لك لازم تديني. هي المسألة يا جدعان، المسألة مش فكرة قايمة ولا فكرة فلوس، هو فكرة أخلاق. لو الاتنين تدينوا بالأخلاق والعيشة استحالت ما بينهم، يبقى هي المشكلة مش في القايمة. لو الاتنين من أهل ناس كويسين وعندهم أصول هينفصلوا بالمعروف. انا احمد مبارك. بالنسبه بخصوص موضوع القايمه، فانا يعني انا محطوط في حيره. انا شاب مقبل على المرحله ديت وداخل على مرحله ان انا ارتبط ومتوقع جدا ان انا همضي على قايمه. فانا في تخوف بيجي في بس التخوف هيجي لو انا مش واثق في الشخص اللي انا بختاره ومش واثق في نفسي. ف... فهنا الموضوع بيروح في حته تانية. اعتقد اللي بيبقى مش هحكم على حد، يعني احنا مختلفين وكل واحد له وجهة نظره. بس لو انا متخوف من ده فانا متوقع ان انا هعمل ده، ان انا هبقى الشخص اللي بيبهدل المدام بتاعته او هتبقى شريكة حياته بقى في المحاكم و فانا خايف ان انا ابقى مدان وابقى محطوط بسنة يعني قدام قضية او ادانة. ف انا شايف ان الموضوع راح في حتة ان الناس ديت هي اللي بيبقى خايف او اللي بيبقى مش واثق من نفسه او في علاقته بالشخص ده، فهو الاكتر حد تقريبا مش مرحب بده. حاجه بس عايز اقولها كمان. هي في مثل بيقول كده القفه ام ودنين بيشيلوها اتنين. فايه المشكله ان هي تكون مثلا شريكه معايا وبالمقابل هي انا ماضي او انا موقع على حاجه بتفيد ان هي لها امان عندي وهي في حفظي. وهي اكتر حد يبقى امين على الحاجه بتاعتها، وانا كمان هكون معاها في الصوره دي. بس فانا شايف ان القايمه مش مع الغائها، ولو هتلغى يبقى تلغى تماما، يبقى هي ما تجيبش اي حاجه خالص. هي معززه مكرمه مشكوره هتيجي. ولو ان ده يعمل تخوفات برضو، لان ثقافه المجتمع النهارده بقت تبص للموضوع بشكل ما هو انت رحتي بشنطه هدومك هترجعي بشنطه هدومك، هو الصبح يطلقك وخلاص، خد اللي هو عايزه او يعني مثلا لبى رغباته وخلاص والموضوع انتهى بالنسبه له، فبقيتي انت بالنسبه له بلا قيمه. فالاهالي دلوقتي او الناس، يعني معظم الناس بيفكروا في الموضوع ده بشكل ان دي وسيله للتهديد، لردع، لان انا اخليك تحت طوعي، سواء هي او اهلها. يعني بيبقى التفكير كده. بس اعتقد الموضوع من الاول خالص موضوع اخلاق، موضوع انا مين وبعمل ايه. يعني ده لازم كل حد يبقى مقبل على المرحله ديت، هل انا قدها ولا مش قدها. بس فهي شويه تساؤلات، هي مش حاجه واضحه خالص، مش هنقدر نقول ان اللي وافق على القايمه ده صح او غلط او العكس. الموضوع موضوع بس نسبي، وان صوابعك مش زي بعضها. يعتبر قائمة منقولات الزوجية من أهم الأمور التي تثير الجدل داخل علاقة المجتمع المصري في الوقت الحالي، ذلك لأنها أصبحت همًا قبل الزواج ومذلة ومشكلة بعد الزواج في حالة حدوث الطلاق.
في البداية لابد وأن نؤكد أن قائمة المنقولات الزوجية هي عرف وتقليد وتراث خاص بالمجتمع المصري ينفرد به المجتمع المصري دون غيره من المجتمعات الإسلامية والعربية، فهو تقليد مصري خالص نشأ نظرا لظروف وخصوصية المجتمع المصري. وظهرت قائمة المنقولات الزوجية في مصر منذ حوالي 1000 سنة تقريبا، ونشأت نتيجة زواج المصريين الرجال المسلمين من اليهوديات في مصر، حيث كان هناك تعايش كامل وسلمي ما بين جميع الديانات داخل المنزل الواحد والشارع الواحد والحي الواحد دون تمييز أو تفرقة بين أحد وآخر. وكان نتيجة ذلك كثرة زواج الرجال المسلمين من الفتيات اليهوديات والمسيحيات. ولما كان اختلاف الديانة سببا لمنع الميراث ما بين المرأة اليهودية والرجل المسلم عند وفاته، كان الرجل يؤمن هذه المرأة بكتابة قائمة منقولات تحتوي على كافة أثاث بيتها فضلا عن ذهبها حتى تكون دينا على الرجل عند موته، ويتم أخذه قبل أن يوزع ميراثه بين ورثته. ثم تطور الأمر ليصبح حقا لها عند الوفاة أو عند الطلاق من قبيل المهر والحق المكتسب لها. ثم تطور الأمر ليصبح عرفا وتراثا غير مرتبط بديانة، حيث انتقل إلى زواج المسلمين بالمسلمين والمسيحيين بالمسيحيين. وتطور الحال منذ عدة قرون، عندما كان يدفع الرجل مهرا لزوجته، حيث كان يتم تأسيس بيته وتأسيسه على الوجه الأكمل والأكمل، فكانت أهل الزوجة يقومون بشراء بعض هذا الأثاث أو كامل أساس المنزل من هذا المهر ويضعونه في منزل الزوجية. فكان يتم كتابة هذه المنقولات في قائمة منقولات لتستردها الزوجة عند الطلاق أو عند الوفاة، باعتباره إنها اشترته بالمهر الذي هو حق لها وهدية لها قبل الزواج. ثم تطور الأمر في الآونة الأخيرة، في العقود الأخيرة، عندما أصبح العرف في داخل المجتمع المصري نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية معينة أن يتم تأسيس منزل الزوجية بمشاركة الرجل والمرأة. فأصبح العرف يجري على أن يقوم الرجل بإعداد أو بتجهيز بعض المنقولات، والمرأة تقوم بالتجهيز البعض الآخر، من قبيل التكافل الاجتماعي ولتسهيل حالات الزواج. فأصبحت قائمة المنقولات تعتبر هي المهر الفعلي للزوجة وحق أصيل لها. ولكن الحال تغير كثيرا في آخر 20 سنة تقريبا، فأصبح هناك مغالاة في تقدير قائمة المنقولات، وأصبح هناك مغالاة في فرش منزل الزوجية، حيث أصبح هناك تنافس، وأعتقد أنه غير محمود بين العائلات في تأسيس المنزل وتجهيز البنات بمنقولات مبالغ فيها وبأكثر محتاجه في بيتها. فأصبحت تتعدى المنقولات وقائمة المنقولات مئات الآلاف، وفي بعض الأسر بعض الملايين. ولكن انقلب الحال في الآونة الأخيرة مع كثرة حدوث الطلاق والمشاكل الزوجية، فأصبحت هذه القائمة بدل من أن تكون حقا أو ضمانا لحق الزوجة إلى سلاح يسلط على رقاب الرجال وهما قبل الزواج ومذلة بعد الطلاق، في ظل غياب النوايا الحسنة وانعدام الضمير والشرف وغياب الكبير والحكيم في العائلات الذي يقوم بالحكم والفصل بين الناس بالقسط والعدل عند الخلاف. فامتلأت المحاكم بقضايا تبديد منقولات، وأصبحت الرجال تطارد بأحكام الحبس، وأصبحت النساء تمتلكها الحسرة والندامة على فقدان مدخراتهم، عندما يفضل الرجل الحبس على أن يقضي أو يعطي لزوجته منقولاتها التي هي حق لها. ومن المعلوم أن هذه القائمة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية
الزوج مطالب بتجهيز بيت الزوجية على النحو الذي يتناسب مع وضعه وحالته الاجتماعية وبشكل غير مبالغ فيه، ثم تأتي الزوجة دون أن تتحمل أو تتكفل بتجهيز أي شيء من هذه المنقولات وتنتقل إلى منزل زوجيتها. وأنا أرى أن موضوع قائمة المنقولات مش محتاج لمراجعة قانونية مما يحتاج إلى مراجعة اجتماعية وإنسانية. المجتمع لازم يقف مع نفسه شوية في موضوع قائمة المنقولات دي. يا إما الأصل الإسلامي والشريعة الإسلامية إن الرجل يقوم بإعداد منزل زوجيته على النحو الذي يستطيع دون أن تتحمل المرأة شيئا. هذه الحالة كتير عن المغالاة في المطالبة بمنقولات، وهنبعد كتير عن إرهاق أهل الزوجات بتجهيز بناتهم، يعني بيعتبروا بيجهزوها يعني منذ نعومة أظافرها. وفي نفس الوقت نكتفي بالمهر اللي هو حق أصيل للمرأة أن يكتب كمقدم صداق ومؤخر صداق دون أن تكون للقايمة جزء من المهر. دي حاجة. الحاجة التانية يجب أن ينتهي التنافس بين العائلات في الافتخار بقيمة قايمة بنتهم. العبرة مش بالقيمة، العبرة باستقرار الحياة الزوجية وباستقرار البيت والأمان والطمأنينة. أنا أعرف رجالة كتير إذا خيروا ما بين الحبس وإعطاء القيمة للزوجات يقول لك لا أتحبس وأهر قلبها عليها. طبعا هذا غير محمود، ولكنه نتيجة للعناد المتبادل ما بين الزوجات. المجتمع في حاجة إلى وقفة لتصحيح هذا العوار والعيب والانحلال الذي ضرب في أواصر المجتمع المصري. لابد وأن نتساهل، لابد وأن نتعاون، لابد وأن نيسر الأمور حتى تستقيم البيوت وتستقيم الأسر ويستقيم. أنا شايف مش القانون اللي هيمنع قايمة المنقولات ولا هو اللي هيمشي المنقولات، لأنها نشأت بدون قانون، فهي عرف أصيل. فهذا العرف ولا يلغى إلا بتكاتف مجتمعي لإنهاء هذه الآلة على نحو يحافظ على الأسرة المصرية. ومن الناحية القانونية فالمنقولات الزوجية تعتبر حق للزوجة، من حقها أن تطالب بها حال وجود الزواج أو في حالة حدوث الطلاق. ففي كل الأحوال فمن حقها أن تطالب بقيمة المنقولات حتى قبل حدوث الطلاق وحال عقد الزوجية. ويعاقب الزوج الممتنع عن تسليم منقولات عفش الزوجية إذا كانت القائمة ثابتة بالكتابة أو موجود قائمة مكتوبة، فيعاقب في حالة امتناع عن تسليم هذه المنقولات بالحبس لمدة 3 سنوات في تهمة تبديد منقولات زوجية. أما إذا لم يكن هناك قائمة مكتوبة وهناك بعض الأسر وبعض العائلات ترفض كتابة القائمة، ففي هذه الحالة يحق للزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة بدعوى استرداد أعيان الجهاز أو استرداد قائمة المنقولات، وتقوم بإثبات منقولات الزوجية بكافة طرق الإثبات من ضمنها شهادة الشهود والقرائن والأدلة. وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإلزام الزوج برد أعيان الجهاز للزوجة أو برد قيمتها. هذه من الناحية القانونية في حالة وجود قائمة مكتوبة أو في حالة عدم وجود قائمة مكتوبة. فالقانون بيكفل حماية هذا الحق للزوجة سواء كانت الزوجية قائمة أو انتهت بالطلاق، وسواء كانت القائمة ثابتة بالكتابة أو غير ثابتة بالكتابة، فيحق لها في هذه الحالة اللجوء لمحكمة الأسرة بدعوى استرداد أعيان جهاز.